اعتذار الكابتن والأسطورة محمود الخطيب على عدم خوض تجربة لفترة رئاسية جديدة للنادي الأهلي، وهجوم على حسام غالي ومستقبل رئاسة النادي الأهلي. اعتذار الكابتن محمود الخطيب على فترة رئاسية جديدة إنه مش هيترشح ولا هيدخل الانتخابات القادمة إن شاء الله علشان خاطر ظروفه المرضية. فربنا يتمم شفائك على خير يا حبيب الأهلوية وحبيب كل واحد بيحب كرة القدم، لأن محمود الخطيب كأسطورة كلاعب أو حتى كإداري باحترامه وأخلاقه دايما سيظل أسطورة. الجزئية التانية، محمود الخطيب صعب الدنيا على أي رئيس نادي هيجي بعد كده علشان خاطر الإنجازات اللي الكابتن محمود الخطيب سايبها. عامل طفرة في إنشاء الفروع النادي الأهلي أو حتى في شركات الرعاية والتسويق. وكمان نقطة كمان إن الكابتن محمود الخطيب سايب ميزانية 8 مليار جنيه وعامل سكواد مرعب، يعني جايب لبن العصفور للنادي الأهلي. فالله يكون في عون رئيس النادي الأهلي القادم. هنجيله دلوقتي رئيس النادي الأهلي اللي أنا على المستوى الشخصي أتمناه إن ده يحصل. يعني حسام غالي جنبه التوفيق في الظهور في بودكاست على اليوتيوب والكلام والهجوم على مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، إن هو كان في حاجات هو ما كانش متخيلها إنها ممكن تبقى موجودة، ومش قادر هو يخش في صراعات أو خلافات أو الكلام ده كله. حسام غالي اللي يخش مجلس إدارة النادي الأهلي أو يخش يمسك منصب في النادي الأهلي لازم يكون قده، ولازم يكون الصندوق الأسود. ما ينفعش حرف يتقال أو حتى كان في خلافات لوجهة نظرك في المجلس في نجوم كتير وفي ناس كتير جدا ليها أسماء كبيرة، سواء في الكورة أو في الطايرة أو حتى رجال أعمال. فمش شرط إن كلامك ورأيك هو اللي يتخذ بيه. فمينفعش حسام غالي كقائد للنادي الأهلي وكابتن للنادي الأهلي وليك رصيد في ناس كتير جدا بتحبك. أنا واحد من الناس بحبك جدا، يعني لأنك كنت لاعب خط وسط عالمي. أنا بشوفه إن أنت يا حسام غالي كلاعب خط وسط لاعب صعب يجي تاني زيك بالكواليتي بتاعك، سواء في الثرو باص أو حتى في الترقيص والرؤية بتاعتك. بس أنت يا حسام غالي من حق جمهور النادي اللي يزعل منك، لان ظهورك في توقيت غلط جدا 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 في بودكاست على اليوتيوب. الجزئيه الثانيه، رئيس النادي الاهلي اللي هيجي الله يكون في عونه، انه جاي على ترابيزه متقشره كل الاكل اللي عليها جاهز، مستنيه بس الاكل. فالله يكون في عون رئيس النادي الاهلي القادم انه جاي على تركه صعبه جدا. هتقول لي يا سيدي ده عنده سكواد مرعب، ايوه، وعنده ميزانيه 8 مليار جنيه. فده يا حبيبي ده هيحط لود وضغط عليه. لو هو ما قدرش يستغل ده لصالحه هيتسبب في مشاكل كتيره جدا ليه، لان الكابتن محمود الخطيب عامل سكواد مرعب، جايب افضل نجوم في افريقيا حرفيا يعني، وعامل سكواد مرعب وجايب موفر كل حاجه، جايب لك شركات رعايه وشركات تسويق وعدد رعاة كبار جدا، وكمان جايب نجوم سواء من فريق منافس الزمالك طبعا او حتى من فرق كبيره جدا، سواء كان الرهان القطري اشرف بن شرقي او تريزيجيه او فرق تانية. فمين بقى اللي اتمناه انه يخش ويترشح على رئاسة النادي الأهلي؟ هو حبيب قلبي اللي أنا بحبه كده لله لله، مهندس خالد مرتجي راجل أهلاوي معجون بمية الأهلي. خالد مرتجي تدرج في المناصب، مسك فترات كبيرة جدا كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق. إن هو الراجل كمان في الفترة اللي راحت فيها علينا حبيبي الأهلاوية العمري فاروق الله يرحمه، كان ممكن يقدر ياخد المنصب النائب الرئيس، ولكن احترموا وجود العمري فاروق. عشان كده بقول لك انه خالد مرتجي هو اصلح واحد انه يمسك رئاسة النادي الاهلي في الوقت الحالي، لانه
عارف المطبخ بتاع النادي الاهلي فيه ايه، عارف الملفات اللي في النادي الاهلي فيها ايه، عارف كل التفاصيل والكواليس اللي موجودة في داخل النادي الاهلي. خالد مرتجي كمان واحد اهلاوي 100%، يعني ما تقدرش انت تقلل او تشكك في اهلاوية خالد مرتجي. خالد مرتجي اهلاوي من الدرجة التالتة، تالتة شمال. خالد مرتجي واحد اهلاوي يستحق الدعم ويستحق ان هو يكون رئيس النادي الاهلي خلفا للاسطورة محمود الخطيب، لانه اكتر واحد عارف مكانة النادي الاهلي، وعارف كل الملفات اللي موجود فيها النادي الاهلي، وعارف مين اللعيبة، وعارف شركات الرعاية، وهو اكتر واحد هيكون عنده دراية كاملة بالنادي الاهلي. فان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، اي حد غير الكابتن خالد مرتجي مسك وجنابه التوفيق ان شاء الله ومسك رئاسة النادي الاهلي، هيبقى ليه كل الدعم من كل جمهور النادي الاهلي، لان احنا بندعم كيان، ما بندعمش اشخاص ابدا. كل الاشخاص زائلة، احنا بندعم النادي الاهلي من خلال النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي، ان هم ان شاء الله يثبتوا ان هم رجالة، وان هم لازم يكونوا رجالة علشان خاطر البداية السيئة للموسم بداية لن نستحق ربعها، لان عندنا لعيبة بتخلص مباريات.